السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويجعلكم بخير دايما ودائما يا رب العالمين. وفقنا واصلح حالنا واجعل لنا الصلاح يا رب في كل حياتنا، ويا رب بحق جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعوض على كل مشتاق يا رب، ويعوض على ابنك يا ام محمد وتفرحي بعوض ويكون عاجلا يا رب غير اجل. يا رب انتوا كل انسان محتاج دعوه ام رحاب يا رب يا حبيبه قلبي. افتح لي دوش طفولي برضه هتقول يا رب تفرحي بعوض ابنك يا حبيبه قلبي ان شاء الله يا رب العالمين. هتعملي ايه يا ام رحاب النهارده ان شاء الله؟ اسكتي ده احنا هنعمل حاجات كده ايه، قبها. بس ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. الله يسر خاطرك ويسر قلبك يا رب يا اللي ايه تفرحينا بالاشتراك في القناه. هنعمل النهارده كده حاجه جميله، حاجه تحفه بنسال عليها يوميا نسال عليها يوميا. قولي لنا يا ام رحاب، قولي لنا يا ام رحاب. اقعد اشرح اعملي كذا يا اختي واعملي كذا واعملي واقعد اشرح، سواء فتحت على هنا على اليوتيوب، او سواء فتحت على ايه، على التيك توك. يسالوني على ايه؟ على البصاره. قولي بقى يا ام رحاب، يسالوني على البصاره. البصاره ديت يا اولاد يعتبر برضو ايه، اكله شتويه. معظم الشعب المصري واي شعب على فكره يحب الاكله الجميله دي. اكله شعبي، اكله لطيفه، اكله ظريفه، الناس كلها بتحبها وتحب تعملها. فانا قلت بقى ايه، انا كل يوم عماله انسال، كل يوم عماله انسال على البصل. امبارح وانا فاتحه على التيك توك فتحت شويه تقريبا انسالت على الايه، على البصاره ديت من كذا واحده امبارح. البصاره يا ام رحاب، قولي لنا يا ام رحاب ايه البصاره؟ قلت بقى الله، كان بقى تتعمل بقى اعملها انا بقى فيديو كده وتنزل فيديو للدنيا بحلقه، بدل ما انا عماله اسال عليها كل يوم. يبقى احنا ننزل ايه، البصاره ديت فيديو جميل للناس يشوفوها وايه ويعملوا، لان الحاجه دي محبوبه وبتنحب اكتر في الشتاء، بتنحب اكتر بقى جنب البصل الاخضر كده، عود جرجير، طبق مخلل بقى، اي نوع من المخلل بتبقى مطلوبه في الشتاء. الناس بتبقى محتاره وبيبقوا محتارين ياكلوا ايه ويعملوا ايه. اكله بسيطه يعني كلها ما تكملش 50 جنيه، ويعني يعتبر اكله طعمه وحلوه وبسيطه ورخيصه في متناول الجميع. يعني اكله في متناول الفقير والغني واللي نص نص واللي واقع خالص، يعني اكله في متناول الجميع وبتبقى طعمه وبتبقى حلوه. حطينا ايه، هنحط حته بصلايه كده من دي، بسم الله ما شاء الله. اول حته كده ايه بصلايه خلاص كفايه عشان هنعمل تاني. وهنحط ايه، حته تومه كده صغيره، بسم الله ما شاء الله. لما فيهاش حته تومه كده ايه صغيره، ما فيهاش اصلا، اهو ما فيهاش. هنقعد نحت فيها على ايه يعني، ما فيها خلاص خلص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطينا حتتين بصل صغيرين، حطينا ايه حته تومه كده جميله، غسلنا الفول المدشش اهو يا شباب. الله يوفقكم ويصلح حالكم يا رب العالمين. اهو ماشي. لو سمحت قرن فلفل كده من الطويل وطماطمتين. الله يبارك في عمرك ويديك الصحة والعافية وطولة العمر يا ابن قلبي. هتملي عينك ويفاديك وينجيك من كل شر يا رب ومن كل أذى. يلا ده احنا هندلع البصارة النهارده أقسم بالله. ما بحبش أحط الإيه الطماطماية بقشرة في أي حاجة، أقشرها كده الأول بناقص القشر عشان خاطر إيه، هي هتدوب وكل حاجة، بس أنا ما بحبش القشرة فين، ما بحبش قشرة الطماطماية. قليل لما إيه، لما بستعمل إيه قشرة الطماطماية ديت يا شباب. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. ده انا هدلع البصارة دي النهارده،
ده انا هسميها يا متدلع. اه والله العظيم هدلع البصاره دي، هدلعها يا ولاد والله العظيم. شايفين؟ لطافه وظرافه وحلاوه، وبعد كده مفيش. شايفين يا ولاد؟ في احلى من كده؟ دلع الميه بقى لو سمحت كده. ما غليتش؟ لا عادي مش مشكله بقى. وعلى ما ادبق الخضار ده، لان الخضار ده مش لازم تحطيه من الاول، لا عادي يعني. دلعي كده دلعي كده، وحط الحاجه جميع الخضار اللي عندك عليه حطيه. واخده بالك يا قلبي؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والنبي ديت بصرة يا مرحب ولا حلويات دي والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبنا يا عساسيل، الحواوشي بتاع النهارده ده بالخضار. ده كميه الخضار اللي هتنحط عليه، بتاكلي حاجه كده. انا عايزه اطلعك من الشتاء رشيقه، عايزه اطلعك كده من الشتاء رشيقه. فكميه الخضار دي انحطت فين؟ اهي كده اهو، قبل اي حاجه. طب الخضار ده ايه يا ام رحاب؟ ده يا حبيبه قلبي فلفل اخضر، طماطمتين، كزبره، ماشي يا قلبي، كزبره خضراء، فلفل اخضر، طماطمتين، البصل بتاعك بقى حط على قد ما انت عاوزه. واللحمه اتحطت على الخضار، ماشي يا قلبي. ده انا متهيألي كميه الخضار قد كميه اللحمه. قبل ما نقلب بقى ده في قلب ده هنحط عندنا شويه بهارات كفته الحاتي، انحطت قدام منك اهوت يا عسل، ماشي. شويه ملح كده امامير، صلي على النبي وملح كفايه، عشان ما بحبش الحاجه حادقه كده. كل اهوت انا مش حاطه لك في طبق واقول لك كذا وكذا. السبع بهارات، شايفه الجمال والحلاوه؟ كانت لسه ام رحاب جايباها من عند العطار والله. السبع بهارات اتحطت على على الجمال والحلاوه. واوعي تنسي الفلفل الاسمر. اللهم صل على النبي. الجمال والحلاوه اهو. بحط حبه كده كميه كويسين، عشان عايزه اشم ريحه الفلفل الاسمر فين؟ في قلب الحواوشي وانا باكله يا عسل. الله يصلح حالك يا رب العالمين. هنقلب الخلطه الجميله بقى دي كلها كده في قلب بعضها، ونشمر ايدينا، خد بالك يا قلب. ونقلب ونقلب اللحمه في قلب الخضار اهو، بالتوابل، بالحاجات اللطيفه الظريفه. والنبي ريحه الخضار يا ولاد، الفلفل الاخضر والكزبره الخضراء يا ولاد، الريحه طالعه كده عسل 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 عسل. ولع لي الفرن يا محمد من فوق بس. ما هو انا بعمل اهو. مسحت يا ام رحاب؟ مسحت الصاج يا قلبي بحته سمنه بلدي. انا كده مش عايزه اعمل بزيت يعني. انا الخضار بقى ده كله بقى كده والبتاع والمش عايزه، انا مش عايزه اعمل الحاجه دي بزيت. فعايزه اعملها بالسمنه البلدي. فتح لي كده يا برنس الليالي، عامله عسل والنبي عسل. ايوه كده يا قلبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. وصلاه النبي هي مكسبي. هنشوف ريحه بقى ريحه الحواوشي اللي بالخضار ده كده طالع شكله طالع عامل ازاي حاله؟ امور ولا مش امور؟ بص بقى الرغيف كده وانت لسه على ايدك تطوقيه بالحته السمنه البلدي كده، ومن تحت انت دهنتي. يعني انا باكل فطيره كده فطيره مشلتته محشيه باللحمه بالخضار، وهو من عاص كده باللطافه والظرافه. خد بالك يا عسل، خد بالك يا كراميلة ام رحاب والله العظيم. شايفه حته اللحمه كده تبقى كبيره وحلوه كده. انت اللي هتاكلي الحاجه، احنا مش واقفين في الشارع نبيعه. ايوه. وعب اللحمه تيجي على قد ما تيجي ان شاء الله يا رب، تيجي في 10 رغيف. المهم تاكل الرغيف كده بسم الله ما شاء الله. شايفه السمنه الفلاحي، شايفه السمنه البلدي، تاكلي كده وتمسكي الرغيف كده. الله عليه الله عليه الله على الحلاوه والجمال. وكمان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اتصور جنبه يا ابوي اهو.
اتصور جنبه يا ابوي، ده الحواوشي العادي اللي بالخضار. استنوني في الحواوشي التاني بالجبنه الموتزاريلا ان شاء الله والشيدر، واحلى ان شاء الله حواوشي. لا لا، ده انا هابدع لكم. ونشوف برضه اللي بالجبنه الشيدر والموتزاريلا هيبقى طالع من الفرن شكله ازاي. اقسم بالله ما هتعرفي ان ده حواوشي. بص بقى خليكي معايا، ما تعمليش اشتراك، انت حره براحتك يا قلبي. انت بتعملي ده الايه يا ام رحاب؟ ورد الجناين كده المفتح اللي انت عماله تعمليه ده كده، بتعملي ايه؟ لازم يا حبيبه قلبي ما دام عملت بصره كده جميله، لازما ولا بد ايه زي ما بتعملي يا الكشري المصري بالظبط كده، البصل بتاعه بتعمليه ايه جوليان جميله حلوه كده، تفتحيه كده زي ايه ورد الزهور يا مفتحه يا عسليه. شايفه الجمال والحلاوه اللي ام رحاب عاملاه؟ ابداع اقسم بالله، ابداع ابداع يا ولاد. رحاب جبت بطاطستين 2 حلوين محترمين كده، وقمت حطاهم الاول بطاطستين حلوين كده، وقمت جايبه بصلايه كبيره حلوه كده حطاها، وقمت جايبه ايه ربطه خضره محشي كلها وحطاها، وحبه توم حلوين وحطيتهم، وايه تاني يا مرحب، وطماطمتين 2 حلوين كده اهو قشرت الجلد بتاعهم وحطيتهم. يعني انا حطيت خضار قد حبه الفول اللي انا حطاها، بطاطس بصل خضره محشي طماطم قرن فلفل اخضر طويل كده كبير. اللي هيشوف اللايف ده اللي يشوف الاعاده بتاعته هيلاقي كل اللي انا ايه حطيته ده. انا عندي غرض من الشيء ده، ليه؟ مش عايزه يبقى عندك حموه. جنب الحواوشي الجميل بتاع ام رحاب، يا صلاه النبي مين معايا هيصلي على النبي في الجمال والحلاوه ده؟ حواوشي بالخضار يا عسل. خدي بالك شوف معلم ابن معلم، اقسم بالله العلي العظيم معلم ابن معلم يا ولاد. شوفوا تسويه الحواوشي حاجه كده شيكولاته. شوفوا تسويه الحواوشي يا ولاد حاجه كده ايه فخر ومن الاخر. يا صلاه النبي والنبي، ما هي كل اللي طبخت نفخ، ولا كل اللي عمل بقت ام رحاب. والله يا خساره يا خساره يا خساره على القناه اللي مش عايزه تترفع دي، يا خساره. خليكم معانا يا شباب، خليكم معانا. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجات كده ايه ابداع. هنعمل ايه ابداع ان شاء الله بامر الله، واحلى ابداع يا ولاد، واحلى ابداع ان شاء الله بامر الله. شايفين الحلاوه والجمال؟ الست دي جاهزه، الست دي جاهزه من كل شيء اقسم بالله. معدله طبق سن بقى من بتاع المخلل الصغير اللي هو كده ده. ست معدله كده يا ولاد، ست معدله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، واللي يصلي على النبي يكفي. لا قمت جريت ولا رحت هنا ولا هنا، كله جاهز كده قبل ما اللايف يتفتح. كله جاهز للشيكولات، كله جاهز للحلويات، كله جاهز. شايفين حاجه كده ايه فن. الاكل ده فن مش عني والله. الاكل ده فن، وام رحاب ام الفن كله والله. ام رحاب ام الفن كله. الاكل ده فن مش عني والله. شايفين الشيكولاته؟ شيكولاته يا ولاد، شيكولاته. شايفين؟ على ما الساج التاني يطلع. شايفين الرصه؟ النبي في شيكولاته احلى من كده. النبي انت شفت شيكولاته احلى من كده. خلصنا البصاره يا ولاد. البصاره دي بالخضار عشان لو حد عنده ايه تعب ولا حاجه يبقى دي خفيفه في الاكل. الحاجه ديت معموله بالخضار. البصاره ديت مش فول صافي، لا، يعني بصاره بالخضار.
فيها بطاطستين، فيها بصلايه كبيره، فيها ربطه خضره محشي كبيره، فيها قرنين فلفل اخضر، فيها طماطمتين، يعني نص قد الحبه الفول قدهم خضار. يعني تاكلي لا هتعمل لك حمو ولا ايه هتحسي بايه بحرقان على صدرك ولا غيره. في ناس بيبقى عندها قرحه في المعده، في ناس بتبقى تعبانه، فانا بحرص على كده ان اني ادخل لك الجديد في الاكل اللي الناس كلها بتعمله، ادخل لك انا جديد عشان تاكلي وانت مستريحه، لا تلاقي حمو ولا تلاقي ايه اي حاجه على صدرك، تاكلي وانت مستريحه وتدعي لنا دعوه كده ايه من قلبك زي ما احنا كده بنحبك وبنعمل لك الجديد. فتاكلي كده وانت مطمئنيه يا حبيبه قلبي، ما تخافيش ابدا ابدا من بصاره ولا عدس ولا غيره. ام رحاب عندها الجديد يا بتوع التقليد والله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الحلويات هي ام رحاب اقسم بالله، والجمال والافكار الجميله والافكار الحلوه. اهم حاجه تكوني بتفكري في الجديد. احنا بتوع الجديد يا بتوع التقليد، اللهم صل على النبي. البصاره معموله بالخضار، الحواوشي الجميل بالخضار. ما تنسيش الجرجير يا حبيبه قلبي كده يعني جماله كده محصل، والبصل الاخضر بقى جنب الايه جنب البصاره، والعيش الفلاحي. مش معقول بقى كده ان احنا نقعد نتفرج كده. استنى بس كده يا محمد يا نجيب، استنى كده يابا، استنى كده. مش معقول ان احنا نخبز العيش الفلاحي ده وما ناكلش باللطافه والجمال. والعود الجرجير الجميل. وهو ده قصد ام رحاب. انت بس كده انا من قله اشتراك الناس النخل طلع في راسي من قله اشتراكهم ومن قله مش ما بيقدروش راسي زرعت خضار يا اخي والله العظيم. 3 بخش اتفرج على حاجه وزعلوني، ما عندهمش تقدير ليا، بس انا بحبهم وبقدرهم.